فيديو النهارده مميز جدا. النهارده هنعمل فطير الملاك، هنعمله بطريقه بسيطه وسهله وبدون الاضافات اللي انا شفتها كتير بتنضاف لفطير الملاك. تابعوني لغايه اخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. اول حاجه هنا معايا 6 كوبايات من الدقيق، معايا 3/4 كوبايه من السكر العادي بتاعنا، وبقلبهم مع بعض وبسيبهم على جنب. طبعا في اضافات كتير يا جماعه بتضاف لفطير الملاك ما بتبقاش صح خالص. اول حاجه في ناس كتير شفتها بتضيف بيكنج باودر، طبعا ده مش صح ودي اول حاجه غلط احنا بنعملها. كمان معايا هنا في المكونات بتاعتي معايا ربع كوبايه من الميه الدافيه، ما تبقاش سخنه قوي يا جماعه عشان ما تبطلش مفعول الخميره. ومعايا كمان معلقه وربع من الخميره الكبار، ومعايا معلقه ونص من السكر. بقلب حلو قوي الخميره بتاعتي وبسيبها على جنب علشان اشوف الخميره انا كده اختبرتها بشوفها تمام شغاله ولا لا. برجع بقى للدقيق بتاعي اللي هم 3/4 كوبايه من السكر و6 كوبايات من الدقيق. معايا كمان 3/4 كوبايه من الزيت يا جماعه يكون نوعيه نظيفه. طبعا بالنسبه للزيت انا شفت بالنسبه للكيلو بينضاف له حوالي ازازه زيت كامله، طبعا ده مش صح. ليه يا جماعه ازازه زيت كامله؟ بحط رشه الملح زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ان انا اضيف الخميره بتاعتي. وكمان بيبقى معايا كوبايه وربع من الميه. طبعا الدقيق يا جماعه بيختلف من دقيق للتاني حسب الميه اللي بياخدها. وبالعجان بقى طبعا وببتدي اشتغل او بايدك، بس طبعا بالعجان بيبقى افضل لان العجينه بتتعجن حلو، فهنا بجد بتكون التخمير بتاعها مظبوط جدا. بحطها في بوله زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هسيبها تخمر. طبعا في حاجات كتير بتنضاف لفطير الملاك يا جماعه مش صح خالص، احنا كده بنبقى قلبناها على قرص. الناس اللي بتضيف كركم بتضيف زبيب وجوز بجد مش صح خالص. احنا هنا يبقى ما بنعملهوش فطير الملاك، احنا هنا كده قلبنا قرص. فطبعا ده حاجه ما تليقش طبعا بفطير الملاك ان احنا نضيف فيه الاضافات دي كلها او نقلبه لقرص. لا، فطير الملاك يا جماعه ليه رونقه كده وهيبته. بنعمله بالطريقه البسيطه اللي انتم شايفينها دي، وبجد بيطلع احلى فطير ملاك، وبيطلع الطعم الاصلي فعلا لفطير الملاك. فنمشي على الخطوات والمقادير بالظبط. الحاجات الكتيره اللي بتنضاف وبشوفتها كتير بجد مش صح وغلط جدا. فطير الملاك ما بيضافلوش يا جماعه كركم خالص نهائي. ليه اضيف له كركم واطلع العجينه بتاعتي لونها اصفر؟ ده مش تمام خالص. الناس اللي بتحط بيكنج باودر وبدل ما بيكون زي ما انتم شايفين محدود كده في الشكل بتاعه، بتلاقيه فرش وشكله اتبطط خالص، وبصراحه بيبقى شكله مش حلو خالص. العجينه بتاعتي طبعا بعد ما خمرت زي ما انتم شايفين ببتدي اعملها رول كده زي الاسطوانه، وببتدي اخد الكور كده تقريبا بالشكل زي ما انتم شايفين على قد كده كفه الايد. ببتدي ان انا طبعا ارصصها طبعا واحده جنب التانيه، علشان هبتدي بعد ما اخلص واريحهم ربع ساعه هرجع للكوره الاولانيه خالص. يبقى كده يا جماعه زي ما احنا شايفين بنبتدي ناخد الفطير بتاعنا كور كور كده زي ما احنا شايفين، وببتدي ان انا ارجع للكوره الاولانيه بتاعتي بس بعد ما بسيبهم حوالي 10 دقايق يرتاحوا. طبعا يا جماعه بالنسبه لفطير الملاك لازم يتساب يخمر حلو، بالذات كمان لو الجو بيبقى ساقع شويه لازم ادي التخمير حقه علشان الفطيره بتاعتي تطلع مظبوطه في التخمير، وما تطلعش مكتكته مني ومكتومه من جوه، وما تطلعش خمرانه حلو وتطلع ناشفه. فطبعا فطير الملاك يا جماعه بياخد وقت لان العجينه بتاعته تقيله فيها زيت وسكر، فطبعا بيبتدي ياخد وقت معايا لما بيكون الجو طبعا مش دافي قوي. زي ما انتم شايفين كده العجينه بتاعتي او الكور بتاعتي بعد ما خمرهم هبتدي ارجع لاول كوره انا كورتها. طبعا بالنسبه للناس طبعا اللي ما عندهاش البصامه بتاعه الملاك مخائيل مفيش اي مشكله على الايدين او بالتقريب ان احنا بنبططها كده، بس ما بنفردهاش طبعا قوي علشان ما تفردش معايا قوي زي ما انا طبعا شفت حاجات كده كتير. فطبعا انا هنا عندي البصمه هي طبعا مع التخمير البصمه طبعا بتروح، بس هنا انا بحب دايما واتعودت ان انا احطه على بصمه الملاك مخليل. بعد ما بخلصها كده زي ما انتم شايفين وبنزلها من البصامه ببتدي ان انا احطهم في الصاج بتاعي وبسيبهم يخمروا. طبعا بيخمر للمره التانيه. طبعا بيخش على درجه حراره 200، بيقعد حوالي يا جماعه بتاع تلت ساعه او نص ساعه لخمس دقايق. ما بنعليش قوي طبعا في الفرن علشان طبعا ما يتحرقش من تحت وبيبقى لسه ما اخدش لون من فوق. فطبعا درجه الحراره بتاعتك بتبقى 200 معقول او 190 لو الفرن عاليه قوي، بحيث ان هو ما ينشفش او ما يحمرش قوي من تحت وفوق بيبقى لسه ما احمرش، او بتضطر ان انت تسيبيه فطبعا بيتحرق من تحت واللون بتاعه من فوق بيبقى لسه اللون الذهبي. نمشي بالظبط يا جماعه على التركات دي عشان تطلع معايا فطير الملاك حلو.
هنا بقى الفطير بتاعي بعد ما خمر زي ما انتم شايفين، ببتدي ان انا ادخله الفرن. طبعا بالنسبه للرسمه طبعا ابتدت طبعا تروح. فطير الملاك هنا بتاعي بقى بعد ما طلع زي ما انتم شايفين عفوا، الفطيره بتاعتي زي ما انتم شايفين بجد التخمير ممتاز جدا. الفطيره حجمها مناسب قوي. نمشي على التريكات اللي انا قلتها يا جماعه عشان نطلع فطير الملاك. طبعا زي ما احنا شايفين كده من جوه الفطيره بقى لا مكتكته ولا مكتومه ولا اي حاجه. الفطيره بتاعتي خمرانه حلو، ومن جوه زي ما انتم شايفين طريه هشه جدا. بس بجد طعمه كان في حته تانية خالص. طعم الفطير الملاك فعلا الاصلي اللي احنا بنشوفه. تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات عشان نشوف كل جديد، وشكرا.